أخذ عليك في ديوانك الأول ضعف الأداة اللغوية. نعم. هنا نريد أن نقف متحدثين عن هذه النقطة مع قصة معركتك الشهيرة مع عباس محمود العقاد. هناك فرق بين يعني قصور الأدوات وبين تميز اللغة، لأن الشاعر قد تكون له لغة متميزة بالرغم من أنه يقع في أخطاء، وهناك على العكس من ذلك رجل لا يقع في أي خطأ لغوي ولكن دون أن تكون له لغة متميزة. هذه المعركة في الواقع هي بدأت من 56. بدأت من 56 لأن الأستاذ العقاد رحمه الله كان قد يعني أعلن نفسه مجاهدا، يعني أعلن الجهاد المقدس ضد التجديد. طبعا له الحق لأنه يمثل في الشعر موقف آخر، لكن يعني أنا الآن أرى بالرغم من أني أعطيه الحق أنه هو كان متطرف، وكان متطرفا جدا. وكيف تعطيه الحق؟ أعطيه الحق في الدفاع عن موقفه، ولهذا وأنا أحترم جدا خصومي، وخصوصا إذا كان خصم عظيم مثل العقاد، ولكني أنا يعني سارعت بالرد على الأستاذ العقاد وكتبت هذه القصيدة. ماذا قلت في هذه القصيدة؟ هي تبدأ هكذا: من أي بحر عصي الريح تطلبه، إن كنت تبكي عليه نحن نكتبه، يا من يحدث في كل الأمور ولا يكاد يحسن أمرا أو يقربه، أقول فيك هجائي وهو أوله، وأنت آخر مهجو وأنسبه، تعيش في عصرنا ضيفا وتشتمنا أن بإيقاعه نشدو ونطربه، وأننا نمنح الأيام ما طلبت، وفيك ضاع من التاريخ مطلبه، وفيك لا أمسنا زاه ولا غدنا، وفيك أبهت ما فينا وأكذبه، وتدعي الرأي فيما أنت متهم فيه وتسألنا عما تخربه، وإنه الحمق لا رأي ولا خلق يعطيك رب الورى رأسا فتركبه، مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل إلى آخر القصيدة. إنه لرد قاسٍ. الأستاذ العقاد اضطر إنه هو يرد عليه. ماذا قال؟ قال إنهم هم الذين يعيشون في عصر العقاد والعقاد لا يعيش في عصره.